فيديو نكملو بالسلسلة ديالنا وغادي نعرفو شكون هو ياسو، وعلاش الاسم ديالو بوحدو كيتير كاع هاد الفضل، وعلاش التاريخ البشرية تقسم لجوج بسبب. واش هو مجرد مصلح اجتماعي ولا نبي، اولا كاين ما هو اعمق؟ يلا نكتشفوا شكون هو ياسو. اول حاجة نبداو بها هي السمية. كلمة يسوع اللغة الآرامية والعبرية القديمة، يشوع معنى ديالها الحرفي هو الله يخلص أو المخلص. أما كلمة المسيح ماشي كنية، ولكن هي اللقب والوظيفة ديالها اللي كتعني المرسل والممسوح من الله. يسوع عاش في القرن الأول الميلادي في أرض فلسطين، وبالضبط منطقة الجليل والناصرة، وكبر بحال إنسان عادي وسط الناس. ولكن التعليم والمعجزات ديالو خلات كلشي يسول على الهوية الحقيقية ديالو. العقيدة المسيحية يسوع ماشي غير إنسان عادي أولا نبي داز في التاريخ. الإيمان المسيحي كيقول بلي يسوع هو ابن الله المجسد، يعني كلمة الله اللي خدات جسد بشري وجات عاشت وسطنا باش نشوفو مجد الله ونعرفو الطبيعة ديالو. وهادشي كيبان بجوج حاجات كبار: الأعمال ديالو كيدير معجزات فوق الطبيعة بسلطان كامل، بحال كيحيي الموتى وكيمشي على الماء وغفران الخطايا اللي هو السلطان ديال الله بوحدو. والتعليم ديالو يسوع ما كانش كيتكلم بحال الأنبياء اللي سبقوه بعبارة هكذا يقول الرب، ولكن كان كيتكلم بسلطان ذاتي كيقول أما أنا فأقول لك. في نفس الوقت يسوع عاش الإنسانية بكل تفاصيلها، جاع، عطاش، بكى على موت صاحبه، وحس بالآلام البشرية. هذا التوازن بين أنه إله إنسان هو الجوهر ديال المسيح. الرسالة ديالو ما كانتش جاية بالسيف ولا بالقوة، ولكن جات بالحب والفداء، وجا باش يقدم راسو كحمل الله اللي غيهز خطية العالم كامل الصليب، ويموت ويقوم باش يفتح باب المصالحة بين الإنسان والله. باختصار، يسوع بالنسبة للمسيحيين هو الطريق والحق والحياة، هو الله اللي بانت المحبة ديالو كاملة في صورة إنسان.